حقيقة شاب يمني يحمل الجنسية الأمريكي يشارك في مسلسل قيامة عثمان، أشهر مسلسل تاريخي كشف ناشطون عن حقيقة مشاركة شاب يمني يحمل الجنسية الأمريكي بالمسلسل الشهير قيامة عثمان. وأفاد ناشطون بأن مسؤولين في مسلسل عثمان بالسماح للمواطنين والأجانب بالدخول إلى مكان التصوير والتقاط الصور مع الممثلين في مسلسل قيامة عثمان، ودخول الاستديوهات والمواقع وركوب الخيل وارتداء ملابسهم وسيوفهم وأقنعتهم، كل هذا من باب السياحة فقط وليس له علاقة بالتمثيل. وكان الشاب رياض الزنم نشر وصرح على صفحته الشخصية قائلاً: سأمثل في مسلسل عثمان، لكن يعلم الله في أي حلقة سنظهر، قبل أن يتم التنكد بأنه كان مزحة، حيث إنه سمح للجميع بالدخول لمواقع التصوير لالتقاط الصور بزي الممثلين. لكن في المقابل، وحسب ما نشره الشاب رياض الزنم، إن موضوع التمثيل حقيقية البداية كانت زيارة إلى موقع تصوير مسلسل قيامة عثمان، حيث طلب منه مخرج مسلسل قيامة عثمان التمثيل في المسلسل، حيث يؤدي دور نجل الملك المغول. وحسب المصادر نفسها إن الزنم لديه مشاهد سوف تعرض في الحلقة القادمة. هذا ويعتبر الشاب والشاعر رياض الزنم أول يمني يمثل في أكبر مسلسل تاريخي، مسلسل قيامة عثمان.